الكلمة إلى الأخ ميلودي مخارق الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل. J'invite camarade Miloudi Mkharaq, secrétaire général de l'Union marocaine du travail, procéder à la lecture de son allocution. أخواتي إخواني مناضلات ومناضلي الاتحاد العام التونسي للشغل، أيها السادة والسيدات الحضور، جئتكم أنا ووفد من قيادة الاتحاد المغربي للشغل جئناكم لنشارككم احتفالاتكم لهذه الذكرى العظيمة لمنظمة نقابية عريقة. جئناكم أيها الأخوات والإخوة لنعبر لكم عن تضامننا اللامشروط. جئناكم لنؤكد لكم تضامن الطبقة العاملة المغربية وتضامن الطبقة العاملة التونسية. فأخواتي إخواني، فالنصر ثم النصر للطبقة العاملة المغربية والطبقة العاملة التونسية. حينما تلقينا الدعوة من إخواننا في قيادة الاتحاد العام التونسي للشغل للحضور معكم، بالطبع لن نتردد ولو لحظة واحدة للحضور معكم في هذه الذكرى العزيزة، وذلك لعدة أسباب، ولكن منها سبب واحد، ألا وهو أن تاريخ الاتحاد العام التونسي للشغل والطبقة العاملة التونسية والطبقة العاملة المغربية هو تاريخ واحد. فعما سأتحدث أخواتي إخواني، هل نتحدث عن أن روابط اتحادينا هي متينة، وذلك منذ سنة عام 1951 بين الشهيد النقابي فرحة حشاد، ثم المرحوم والزعيم النقابي المحجوب بن صديق الأمين العام السابق للاتحاد المغربي للشغل. هل نتحدث عن ذلكم الإضراب الرائع، الإضراب العظيم الذي قامت به الطبقة العاملة المغربية بقيادة الاتحاد المغربي للشغل يوم 8 دجنبر عام 1952 احتجاجاً على اغتيال الزعيم التونسي فرحة حشاد يوم 5 دجنبر، وإننا في الاتحاد المغربي للشغل منذ 60 سنة خلت نخلد معكم هذه الذكرى يوم 8 دجنبر عام 1952 حينما تضامنت الطبقة العاملة المغربية مع الطبقة العاملة التونسية في محنتها ضد القهر والاستغلال. فأخواتي إخواني، إن تاريخ الاتحادين هو تاريخ واحد، ومنذ 70 سنة خلت ونحن لا زلنا على ضرب النضال متضامنين على المستوى الوطني وعلى المستوى المغاربي ثم على المستوى الدولي. فأخواتي إخواني، فهنيئا لكم
هنيئا لكم بهذه الذكرى العظيمة. وستجدون دوما الطبقة العاملة المغربية بقيادة الاتحاد المغربي للشغل دائما معكم وبجانبكم. وإننا بهذه المناسبة نوجه نداء إلى قادة الدول المغرب العربي من أجل تجاوز خلافاتهم الهامشية، من أجل بناء المغرب العربي الكبير. ونحن في الحركة النقابية بادرنا كما تعلمون، بادرنا في سنة 8 دجنبر، وبالضبط يوم 5 دجنبر عام 1989 بمدينة الدار البيضاء بتأسيس الاتحاد النقابي لعمال المغرب العربي، الذي نعتبره قاطرة من أجل انبعاث المغرب العربي. وبهذه المناسبة وفي إطار التضامن العمالي جئنا كذلك من أجل انبعاث هذا الاتحاد النقابي لعمال المغرب العربي من أجل خدمة العمال والعاملات والشعوب. فأخواتي إخواني، هنيئا لكم بهذه الذكرى، وهنيئا لكم وللشعب التونسي البطل على جائزة نوبل للسلام. وإننا نعتبر هذه الجائزة التي حصلت عليها تونس بالرباعي فهي في الحقيقة جائزة لكل المناضلين والمناضلات وكل الطواقين للسلم وللسلام في هذا البلد. فشكرا لكم، والنصر سيكون حليفكم إن شاء الله، والسلام عليكم. كعربون للإخوة والتضامن بين اتحادينا نسلم لأخونا حسين عباسي درع الاتحاد المغربي للشغل. تفضل، اجا من هنا والله لي ميديا.